صباح الخير، تعالوا نشوف اللانش بوكس ده للمدرسة عملنا فيه ايه. جبت بيضة واحط عليها ملح وفلفل وشوية من الزعتر، وهنقلب الكلام ده كده كله مع بعضه. ونجيب بقى رغيف من الفينو نفتحه كده نصين زي ما انتم شايفين، وهجيب الصينيه اللي هتدخل الفرن او القلايه الهوائيه زي ما انتم حابين. انا حطيتها في الفرن. بعد كده بجيب البيضه اللي انا ربيتها بدل الصلصه بحط، او بدل الكاتشب بحط البيضه دي من تحت. وبعد كده احط شرايح بقى البسطرمه او اي حشوه، وممكن جبنه موتزاريلا وشويه فلفل الوان وبس. يعني الحشوه بقى زي ما تكونوا بتعملوا بيتزا بالظبط. وحطيت شويه زيتون زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هنحط شويه من الجبنه الموتزاريلا، لو عندكم جبنه رومي عايزين تحطوا حطوا. جبنه شيدر زي ما انتم حابين. هحطها بس كده لحد ما يستوي وتسيح الجبنه. وحطيت عليها رشه زعتر ورشه كمان من حبه البركه كده من فوق. وبس كده. وممكن انتوا كمان تحطوا رشه سمسم. ودخلتها الفرن، وبعد ما طلعت تعالوا بقى نكون معانا اللانش بوكس بتاعنا. هنجيب كده الورقه ونحطها تحت. وبعد كده هنحط بقى البيتزا الخطيره بتاعتنا السريعه دي. ممكن نعملها الصبح على طول. سهله وسريعه جدا والولاد هيحبوها. وبعد كده حطيت بقى ال من فوق الخضار بتاعنا كان خيار. وكان عندي هنا الكوكيز ده حطيت لها برضو من اتنين من الكوكيز. وكمان حطيت بقى البلح ده. الكوكيز ده يا جماعه انا كنت منزله لكم الوصفه بتاعته قبل كده، كتبت لها كده كلمتين في الورقه وبس كده. وكده كان اللانش بوكس جاهز معايا. قولوا لي انتوا بتعملوا لهم بقى ايه في اللانش بوكس. اشوفكم فيديو جديد على خير. باي باي.